أصدقائي المتابعين مشاهدي ومتتبعي سالم براني هنا على فيسبوك البيج الرسمية لسالم براني، أو لو حتى بتشوف الفيديو دلوقتي على قناتي على يوتيوب سالم براني، تقبلوا تحياتي في حلقة جديدة من برنامج على 18 مع سالم براني، والبداية مع دون الكرة العربية وليس دون الكرة العالمية، عبد الله السعيد نجم وقائد فريق بيراميدز الحالي ونجم نادي الزمالك قبل ذلك، حتى ولو لم يرتدي التيشيرت لكنه وقع فأصبح بذلك لاعب سابق لنادي الزمالك. أنباء تتردد في أولى أيام عام 2023 من أن مباراة عبد الله السعيد غدا الاثنين أمام النادي الأهلي على استاد القاهرة الدولي في الجولة 11 في استاد القاهرة ستكون الأخيرة لعبد الله السعيد بقميص فريق بيراميدز قبل إتمام انتقاله رسميا لنادي الزمالك. والزمالك وجمهور الزمالك منقسم قسمين الآن حول هذه الصفقة بين مؤيد ومعارض. المؤيد يقول أن عبد الله السعيد حتى لو عظم في أوفة خبرات عبد الله السعيد هيوزعها على اللعيبة اللي طالعة، لأن نادي الزمالك بدأ يعترف وبدأ يلعب بمنظومة معدل أعمار، وبعد خلاص ما عادش بيعترف باللعيب الكبير في السن، وان عبد الله السعيد حتى لو نزل 5 أو 10 دقايق هيقدم بسبوسه. وعبد الله السعيد هو حلم حياته من زمان انه يلعب في نادي الزمالك وهو عايز يختم في نادي الزمالك، فما جاتش من سنه او سنه ونص. وبعدين عبد الله السعيد اللي يشترينا نشتريه يا عم. عبد الله السعيد كلم سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز وقال له ان انا مش عايز بقيه مستحقاتي الماليه، فاهلا بعبد الله السعيد في نادي الزمالك في بيته الكبير. ده لسان حال اللي عايزين الصفقة تتم. أما المعارضين والغير راضيين عن صفقة عبد الله السعيد وإنه هم شايفين إنه لن يفيد نادي الزمالك في شيء، بيقولوا إن أولى بالمكان وأولى بفلوس الصفقة حد تاني ولاعب صغير في السن الزمالك يستفيد منه، خصوصا وإن البرتغالي فيريرا بيلعب بيحب اللاعب الصغير في السن، بحيث إن هو يديله يكون عنده الصحة والمجهود، وإنه يعرف بعد كده ينجم اللاعب ويديه للنادي، النادي يبيعه أو يستثمر فيه أو يجني أرباح من اللاعب، أو على الأقل النادي يستفيد بمشروع اللاعب لأطول فترة زمنية ممكنة. فبالتالي عبد الله السعيد كبير في السن، واحنا هنجيب واحد كبير يعتزل عندنا على خطى عبد الشافي او على خطى شيكابالا او على خطى ايمن حفني. احنا مش في نادي جبر الخواطر، احنا في نادي بطولات. لكن ما بين منقسم ومعارض، انا هنا سالم براني في برنامج على 18 لن اخفيكم سرا ان الرأيين صح، أن وجهتي النظر صحيحتين، أن جمهور نادي الزمالك المثقف الواعي عندما يتناقش ويختلف في قضية تكون في وضع تكون أنت في موضع من الحيرة والتشتيت الذهني، لأنك إذا نظرت هنا ترى الأمور بشكل صحيح وإذا نظرت هنا ترى الأمور بشكل صحيح. إذا الآن إذا تحدثنا بالعاطفة فأنا أقول لك أنا على مستوى سالم براني أعشق عبد الله السعيد، وأتمنى وأثمن وأسعى خلف إدارة نادي الزمالك كي يكون عبد الله السعيد متواجد في نادي الزمالك على مستوى العاطفة. أما على مستوى العقل وأن الكرة لا تعترف حاليا أو أي فريق لا يعترف بنادي بالنجم الواحد، وأن كرة القدم أصبحت عبارة عن منظومة متكاملة ويجب أن يكون اللاعبين بمعدل أعمار متقارب ومستويات متقاربة لكي يجني المدرب ثمار جهده وتعبه ويعود ذلك بالانتصار والبطولات على الفريق ويفرح الجمهور. عبد الله السعيد لا يصلح لأن يكون متواجد في نادي الزمالك في هذه الفترة. ولكن ختاما، إذا وجد عبد الله السعيد أو إذا جاء عبد الله السعيد في نادي الزمالك فأهلا وسهلا به في بيته الكبير وأهلا به في المنظومة الكبيرة، ولكن لا يوجد كبير على النادي للكل والكل للنادي، لا يوجد نجم الواحد. إذا بدأ عبد الله السعيد وكانت هذه وجهة نظر فيريرا فنحن خلف فيريرا، أنا من وجهة نظري مستحيل أكون بفهم قد فيريرا وبشوف نفسي مهما كان درجة فكري أو فهمي أو إن أنا فاهم فنيا أو تكتيكيا، بشوف إن أنا ما ينفعش أنتقد واحد زي فيريرا بروفيسور في كرة القدم. أما لو عبد الله السعيد ما كانتش وجهته
بيته نادي الزمالك ورايح في اي حته تانيه. فبالتوفيق لاسطوره من اساطير الكره المصريه والعربيه الكل، عبد الله السعيد. ولكن في اخر دقيقه من حلقات برنامج على 18 وقبل ان تنتهي اريد ان اقول ان عبد الله السعيد بنسبه 90% في نادي الزمالك، وان اخر مباراه لعبد الله السعيد ستكون مباراه بيراميدز امام النادي الاهلي. دمتم بخير، تقبلوا تحياتي، انا اخوكم سالم براني في ثاني حلقات برنامج على 18 مع سالم براني. دمتم بخير.